تخيل معايا كده، انت بتختار الحاجة اللي انت عايز تسمعها. علشان كده الفيديو ده مختلف عن اي فيديو فات. هخليك انت اللي تختار تسمع ايه واتكلم عن ايه. عندك اختيارين او فكرتين. الفكرة الاولى ان انا اتكلم عن الغراب واتناقش معاك عن المخلوق ده وازاي انه ذكي وعجيب، وده هيكون اول فيديو في السلسلة الجديدة بمحتوى جديد تماما. او الحاجة التانية ان اعمل تجارب زي ان اقتبس مهنة معينة او وظيفة لمدة 24 ساعة. فهتحب تسمع الفيديو الجاي عن ايه؟ طب خد الجديدة بقى، انت هتختار تسمع ايه وكمان تقدر تشارك بالمعلومات اللي عندك. يعني باختصار كده انت الشخصية الاساسية والمخفية ورا الكاميرا. فخلينا نشوف الابداع في التعليقات. طب ده كله ليه؟ انا عايز اكون مختلف عن اي صانع محتوى تاني، سواء فيديوهات او افكار او حتى المعلومات اللي انا بجيبها ازاي. وفي حاجة جديدة انا هعملها، هضيف في الديسكريبشن المصادر اللي انا جبت منها المعلومات. كنت قرأت في كتاب انشر فنك، الكاتب كان بيقول ايا كان انت بتجيب المعلومات من فين، انسب المعلومة لصاحبها. فايا كان بقى انا جبت المعلومة دي ازاي او من فين، لازم انسب المعلومة لصاحبها. وعلى فكرة عادي اخد النص زي ما هو واقرأه واقوله بتفكيري انا او بشخصيتي انا، ولكن اللي مش عادي ان اقول ده كلامي انا. الفيديو ده هيكون فلوج جديد، هشارك معاكم يومي او انا بعمل ايه دلوقتي. انا عندي كمية افكار كتير قوي، بس مش عارف ابدأ من فين او اتكلم عن ايه دلوقتي. طب ده ليه؟ ده لان انا عايز اتكلم عن حاجه اللي الناس مهتمه بيها في الوقت الحالي. عايز فيديو يفرق، وكالعاده مش عارف اقول ايه. بس قبل ده كله، انت مش ملاحظ ان انا تعبان؟ واكيد يعني مبين على صوتي. بقالي اسبوعين ما نزلتش ولا فيديو، ويوم ما افكر ان اشتغل على الفيديو اللي انا عايز انزله يجي لي برد. بس انا قلت بقى كفايه كسل ولازم اصور فيديو حتى لو عندي برد. انا مش شايف نفسي، مش عارف الكاميرا مظبوطه عليا ولا لا، بس في ناس كتير قالت الصوت وانت بتتكلم بيكون عالي. ده كله علشان انا في البرنامج اللي انا بمنتج فيه بعلي الصوت لحد الاخر. فالفيديو ده انا مش هعليه لحد الاخر، انا هعليه في النص مثلا. وقول لي رايك، هل الصوت لسه عالي زي ما هو ولا كده مظبوط؟ بحاول على قد ما اقدر ان اتحرك وانا بتكلم في الفيديو ده كله، بس عشان ما تملش. موضوع انك تمسك الكاميرا وتتكلم قدام الناس ممكن تشوفه موضوع سهل. قبل ما انام بيجي لي افكار وكلام كتير. يعني انا قلت لو مسكت الكاميرا دلوقتي وصورت ده الفيديو ده هيكون جامد، بس اول ما امسك الكاميرا فعلا كل الافكار بتطير. عشان كده الممارسه اهم حاجه، تمارس الحاجه دي علشان ما تتوترش، ما تقلقش، طلع الكلام عادي. موضوع انك بتصور وبتمنتج وتكتب الفيديو وتعمل كل حاجه لوحدك صعب. فعشان كده لو حد عنده الامكانيه انه يشغل حد معاه يكتب له، سواء يكتب او يمنتج او اي حاجه، فنصيحه اعمل الحاجه دي، هتفرق معاك سواء وقتك او الافكار. انت هتكون فاضي في حاجه معينه، هو لو منتج لك انت هتكون فاضي عشان تكتب الفكره، هو لو كتب الفكره نفسها انت هتبقى فاضي تمنتج. ولو كمان تلاقي الاتنين، واحد يكتب وواحد يمنتج، فده انت كده ما شاء الله يعني. ناس كتير شكرت في طريقه كلامي وطريقه الالقاء بتاعتي، بس انا عايز اضيف الحس الفكاهي. والله انا اللي يتعامل معايا كده هيعرف ان انا ايه، هضحك عادي وبتاع وبتكلم وبضحك. فعشان الفيديو كله معلومات فما اعرفش اضيف الحس الفكاهي فيه. هحاول في الفيديوهات الجايه يعني نضحك شويه، بس برضو في حدود الفيديو. من بدري ما صورتش فلوج الحمد لله. يعني انا بشكر كل واحد او كل اخ واخت عندي على القناه. انا وصلت 1000 مشترك. ما عملتش فيديو زي اي حد اني وصلت 1000. صراحة كنت اعمله بس كسلت برضو. بس انا بقالي سنة بعمل فيديوهات والحمد لله دي حاجة فرقت معايا جدا. بقالي سنة يمكن ما عدتش 500. اخر شهرين بس او 3 شهور هما اللي فرقوا، وصلت 1000 يعني. بس تخيل معايا كده، شخص بقاله سنة اكتر عدد وصل له 500، ده غير القناة القديمة. بس مكمل لسه، وده عشان حاجة واحدة بس، عشان انا بحب الحاجه اللي انا بعملها. تخيل معايا كده، ده عامل زي اللي عنده كميه معلومات وبيضيفها لنفسه اكتر. والله اتكلم عنها هتكون مرجع، هتكون مفيده لغيره، ولو ما اتكلمش عنها فهتكون مفيده ليه. فعشان كده انا مكمل لحد دلوقتي. لما بكتب فيديو والحمد لله، يعني فيديو عن المذاكره، عن اي حاجه، عن تجارب، دي بتفيدني قبل ما اصور الفيديو كمان. فسواء الفيديو ناس شافته كتير او سواء ما جابش فيو، بس على الاقل انا استفدت منه. فده سر ان انا لسه مكمل وبحب الحاجه دي. وانا ملاحظ في الكومنتات في ناس بيعجبها فعلا المحتوى،
بتدعمني. انا حافظ ناس معينه كده الصراحه، ما سابوش فيديو واحد اللي ما يتكلموا عنه، ما سابوش بوست واحد اللي ما يضيفوا تعليق. فانا بشكركم وبشكر كل واحد بيتفرج على الفيديو ده. وانا بحاول على قد ما اقدر اتحرك او اضيف اي حاجه، اضيف افكت، اضيف كلام، اضيف اي حاجه واتحرك واتكلم باريحيه شويه علشان بس ايه ما تملش. وده اللي منتشر في الوقت الحالي. شويه كده انا هعمل فيديو اسئله يعني، بس في سؤال انا عايز اجاوب عليه دلوقتي لانه مفيد جدا ومهم. سر الاستمراريه او سر اني بقالي فتره كبيره بعمل فيديوهات وما بطلتش. انا لسه مجاوب عليه، بس عايز اقول لك حاجه واحده بس. حط لنفسك هدف وافضل ماشي في الطريق ده بغض النظر انت وصلت له ولا لسه، بغض النظر في ناس كتير بتشوفك ولا لا، بس كمل، صدقني كمل. وبالتحديد لو حاجه مفيده، لو حاجه بتفيدك قبل ما تفيد اي حد. ودايما بستشهد بالمثل ده او المثال ده اللي هو بقول لك لو عندك 100 متابع تقدر تبيع لهم منتج معين وليكن كوبايه الميه دي، كلهم اشتروا ال100 عندك اشتروا كوبايه الميه، ولا يكون عندك 1000 متابع ويوم ما تعرض المنتج ده 1 2 3 بالكتير، اقول لك 10 بالكتير يشتروا. انه احسن؟ هتختار انه احسن؟ فده كان حته في التسويق مش فاكرها بالظبط. والله انا فرحان جدا بالعدد، فرحان جدا بال130 مشترك، وان شاء الله نوصل اكتر. بس ده لو ما كسلتش واشتغلت فعلا، لان انا بقالي فتره كده بكسل مش عارف اقول ايه. اخر كلام، شكرا. لو لسه اول مره تشوفني اشترك في القناه عشان تشوف الفيديو الجاي، واللي هو من اختياركم انتوا، سواء اعمل تجارب او اتكلم عن سلسله جديده. واول حاجه هتكلم عنها او مخلوق هتكلم عنه وهو الغراب، وهتكلم عن المحكمه اللي الناس كلها بتدور عليها، هل فعلا في محكمه للغربان ولا لا. اشترك في القناه لو اول مره تشوفني عشان يظهر لك الفيديو الجديد.